راندي اورتن داخل على اشي ضخم كثير، وشينسكي ناكامورا شكله مش مصلي على النبي، وسيام بانك جايته دفعات قوية قريبا. ومن غير ما نطول عليكم كالعادة ادعوا لأخواننا بفلسطين ونبلش بالفيديو اليوم. Give me a hell yeah! Welcome to WrestleMania! Acknowledge me! ابتدينا العرض بدخول الفايبر راندي اورتن في الماندي نايت رو يا جماعة الخير. واخيرا فترة سنتين كاملات مرت، يا الله قديش اشتقت لهذا المصارع وقديش اني انا بحبه. المهم بلش راندي اورتن يحكي وصار يقول انه اخيرا هيني رجعت، بس في اشياء كثير تغيرت، بس في شغلة واحدة ما تغيرت واللي هي البلود لاين. انا بدي اكمل عداوتي مع البلود لاين. ترى راندي اورتن يا جماعة الخير داخل على شغلات كثير قوية، ديروا بالكم. وبلش يحكي قال انه في كل اشي تغير بالدبليو WWE، بس في شغلة من 3 حروف ما تغيرت بالمرة اللي هي RKO، وهي الافضل اشي في التاريخ. قبل ما دخلت عليه ريا ريبلي، طبعا دخلت ريا ريبلي ولا تتفلسف، بس طلعوا شوي على نظرات راندي اورتن دققوا فيها. اذكركم بس فلاش باك هيك لفيديوهاتنا. نصيحتي لريا ريبلي تدير بالها حالها شوي. المهم صارت تقول لك ريا ريبلي انه خلص هون مش زي ايام ما انت كنت موجود، وخلاص اختلف الوضع، بلود لاين ماتوا، احنا الجاجمنت داي حاليا اللي ماشيين بالسوق. لا يرد عليها راندي اورتن بقصف ويصير يقولها انت المامي لكن انا الدادي، والكل الجمهور صار يعني يحكي معه وخلص. هذا عبين ما اجوا الخرا وكمان معه جيدي ماكدونا وراحوا ضربوا راندي اورتن. بس لا يا حبيبي، راندي اورتن بيحتاجش كودي مان يفزع له هاي المره. توقعت انا صراحه انه يدخل كودي مان لكن ما دخلش، ولكن اجا وضربهم واعطى RKO وقال لدومينيك ميستيريو قال له تعال يا أميرة، تعال علي جاي. قبل ما اطلع من هاي الحلبة اعرف اني انا مجرد ما اطلع منها بديش اياك تختفي مكان، لانه مجرد ما اطلع منها راح اروح احكي لآدم بيرس بدي مباراة ضد هالعرس هذا. طبعا في مباريات حشو بحشو مش هنحكي فيها عندك، بس اهم اشي اللي راح اعلق عليه اللي هو مباراة الترشح على مباراة التاج تيم براذر كريد وامبيريوم والDIY. طبعا فاز فيها براذر كريد كويس يعني، مش محتاج احكي فيها. سلام. في السيناريو اللي بعده شفنا جاجمنت داي قاعدين بتشاوروا شو اللي بدنا نعمله هسه، انه راندي اورتن ضد دومينيك، واقحم بهاي المباراه غصب عنه يعني، فشو اللي بدنا نعمله. وكانه صار في مناوشه بين ديمين بريست وفين بالور، بس يعني صار يقول انه احنا الجاجمنت داي وما بنخاف من حدا وتحسبش حساب لحدا وكذا، ومن الحكي الخ. بعدها دخل كودي روتس او الكودي مان. طبعا بلش يحكي كالآتي: So what you wanna talking about؟ المهم يا اخوان كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ صارت احداث كثيرة طبعا. انا لازم انهي الموضوع، لازم خلص. الكل بتسأل شو اللي لازم اسويه انا، وبدي اعمل شغلات كثير عظيمة، ولازم تديروا بالكم انه انا مش منتهي، راح اسوي اشياء خطيرة. فجأة دخل عليه بالشاشة شينسكي ناكامورا. هذا الاشي الوحيد اللي فهمناه بس من الكلام، قال بس شينسكي ناكامورا، غير هيك ما فهمناش ولا اشي. ودخل على كودي روتس وبزق على وجهه، بزقوا على بعض، مش عارف شو الفقرة، بس مبين انه في عداوة عظيمة راح تصير، وهذا هو. يا اخوان لازم احكي عنها. لا ارتروث رجع يا اخوان، اكبر عوده في تاريخ السرفايفر سيريز كامله يا اخوان. انا كثير بحب ارتروث والله، واشتقت لفقراته النهفه هاي اقسم بالله. فهاي الفقره اللي صارت بينه وبين جاجمنت داي صراحه كثير كانت حلوه، بعطيها 1,000,000/10. بعدها صار في خلافات بين الامبريوم، بنص الخلافات فجأة دخل ذا ميز. كيف ليش تعرف شو دخل ذا ميز؟ ما بتعرف بالمرة. المهم صار يحكي لك ذا ميز انه انا بدي فرصة ثانية، والناس بتأمل الفرص الثانية من الحكي. وهاي شو كان رد جونثر؟ اقلب وجهك. بعدها اجت فقرة سيث رولينز، وسيث رولينز هاي الصراحة الفقرة كثير حبيتها انا، وصارت فيها اشياء حلوة. المهم بلش يحكي انه انا يعني راح احكي، وقبل ما يكمل كلامه اللي هم الجمهور قاعدين بيرددوا اسم سي ام بانك. الكل قاعد بيستفز سيث رولينز لانه سيث رولينز عمل مشكلة حقيقية مع سي ام بانك، وهو قاعد بقول لك يعني ترى عم بتبلش سيناريوهات يخرس سيث رولينز عن السيناريو. ضلكم رددوا اسمه هذا وابصر ايش وهذا، انا بحبش هذا الاشي، احنا هون في ماندي نايت رولينز ونحكي. هذا دخل عليه قطع كلامه فجأة وهو قاعد بيحكي درو ماكنتاير ودخل عليه.
وانا وجاجمنت داي وعدوني بجاي اوسو وحكى على الفاضي وخسرنا هنا بالور جيمز. المره الثانيه بتاريخي بالور جيمز بخسر وما استفدت ولا اشي. فصار يقول انا هون عشان فرصه ثانيه. صار يقول له درو انا قلت لك قبل هيك انه انت ما تلوم حالك ومن الحكي وهذا، وقال فعليا انا ما بلومش غير حالي. قال له شكرا لصراحتك بس انا راح اعطيك فرصه بس مش هسه انه في ناس بحق لها قبل. قال له طيب ماشي بس ممكن اسالك مين الناس اللي راح تنافس قبلي؟ قال له جاي اوسو وبلش يضرب فيه. كان شكله درو من كثر العصبيه عمل حركه غلط والدم نزل من راسه وقاعد بيضرب فيه. دخل جاي اوسو وفزع له وعملوا له الاثنين حركه فينش. جاي اوسو بلش يطلع على اللقب. قلت لكم هذه الفقره كثير حلوه صراحه. بعدين بالسيناريو شفنا سامي زين اجى وصار يبهدل بدرو ماكنتاير ويقول له هي انا زيك خسرت الفرصه على الاندسبيدد تشامبيون وخسرت الفرصه كمان على الورد هيفي تشامبيون بس مع ذلك لساتني بكافح وباخذ كل اشي بشرف ما باخذ كل اشي هيك. قال له مزبوط وكلامك مزبوط بس مع ذلك راح اخذ مباراه ضدك الاسبوع الجاي عشان هذا الكلام القليل الادب. وبنفس اللقطه اجى جاي اوسو بلش يعتذر من راندي اورتن. راندي اورتن صار يقول له تهكل شام طالما انت مش من البلود لاين معناها خلص فيش شيء وصافي وافي وسلموا على بعض وقال له حظا موفقا في المباراه تاعتك. بعد دخل الخرع ضد الاسطوره الربايثر ذا ايبكس بريدتور راندي اورتن. خرع وبلش راندي اورتن يضرب فيه ومسح فيه الارض. هاي المباراه كامله مسح فيه الارض. خرع 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 وفنش راندي باركيو وعدل له وفاز راندي اورتن. وبعدها اجت فقرة ذا بيست ان ذا وورد سي ام بانك. يا اخوان اخيرا سي ام بانك في الماندي نايت رو. زيد امسك لي جماعتك اللي بلود لاين ورمان رينز هذول اوكي امسك لي يوم كويس لانه عندي انا الرو مولع يا حبيبي. دير بالك لانه اذا صارت مباراة بين رو والسماك داون جماعتي راح تهزم جماعتك. دير بالك يا حبيبي. المهم سي ام بانك صار يقول لك انه انا اخيرا رجعت لموطني وبدي انهي الموضوع هذا بكلمتين اي ام هوم. هذا اللي حكاه. المهم سي ام بانك خلص راح تبلش فيه سيناريوهات جدا عظيمه وراجع عشان دفعات وهذا الاشي كثير حلو بالنسبه لتاريخ سي ام بانك. ولهون بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب. ويا جماعه الخير اللي ما شاف فيديو زين للسماك داون يروح يشوفه لانه زيد اصلا بدوش حد يشوف. بس انا بقول لكم روحوا شوفوه لانه الفيديو صراحه سوى فيه كثير نفات والله بدع فيه مع انه العرض كثير كان بخزي. وبس يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't know what you want. Let's have a